بونسواري، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني يا حبايبي. احنا مع بعض في سلسلة سؤال وجواب. معنا سؤال جديد، يلا نشوف السؤال بيقول لنا ايه. في حد بعت لنا بيقول انا جوزي سافر الكويت من حوالي 2 سنين، وانا كنت معتبراه كل حاجة ليا لحد ما عرفت انه قبل ما يسافر اتجوز غيري. وهي اللي قالت لي، بعتت لي على رقمي، قالت لي ما تفتكريش الخير والعز ده ليكي لوحدك، اهو لما مسك جنيه خدني انا، وعلى فكرة ناوي يسيبك. المهم هو قبل ما يسافر قال لي انتي الوحيدة اللي بثق فيكي، هبعتلك فلوسي حوشيها معاكي. وفضل يبعت لحد مرة من المرات نزل مصر. قلت اقوله واواجهه، لقيته هو اللي قال لي عبير قالتلك وانا مسكتلهاش. عموما ده حلال ربنا، يعني هو ده كده حلال ربنا، ماشي. عموما ده حلال ليا، ربي عيالك واياكي تفتحي بقك والا هخليها وانتي امشيكي. يعني انت قادر تخلي واحدة وتمشي واحدة؟ طيب، حسيت الدنيا كلها وقفت في وشي لحد ما نويت اعيش وخلاص. طيب البنت حست بانكسار يا عيني. المهم سافر وبقى يبعت لي انا، وانا عمري في حياتي ما اخدت منه جنيه ولا طمعت في حاجة. بس اخدت مبلغ 700 ألف، الفلوس دي كان بيبعتها لي، وجبت شقة وكتبتها باسمي. بعتلي بعدها تاني، خدتهم برضو ووضبطها. بعد سنة سألني على الفلوس فين، قلتله اشتريت شقة ليا وعيالي. قال لي هطلقك لو ما نقلتيش ليا ملكيتها. ورفضت، ولحد دلوقتي بيعاملني معاملة وحشة، معاملة يعني وحشة مش حلوة. وقال لي مش هطلقك إلا بالشقة دي قصاد دي. قلت له انا مش عايزة اسيبك، اهو ضل راجل ولا ضل حيطة. انا كده صح ولا غلط؟ انت كده جامدة. استني علشان انا عايزة اسقفلك. انت كده جامدة. لا، ما نحسش بانكسار. ليه نحس بانكسار؟ هو عنده استعداد يضرب القلم الاولاني، احنا عندنا استعداد نرده. ما احنا ما نسكتش برضو، هو احنا نسكت؟ لا 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 لا، مش هو جاب عبير وقال لها ايه؟ استني، لا لا لا، ده جبروت، ده جبروت. بيقول لها ايه؟ والمشكلة بقى ان هو بيقول للبنت دي انا بثق فيكي وهبعتلك الفلوس كلها حوشيها معاكي. يعني انت بتثق فيها وهي انسانة كويسة، وانت مش هتبعت الفلوس اللي انت بتشقى وبتتعب بيها لأي حد غير لمراتك الاولانية دي. طيب يبقى ايه بقى اللي جاب الست التانية دي بقى؟ ماشي، ولكن عبير قالت لك وانا ما سكتلهاش. عموما ده حلال ليا، وربي عيالك واياكي تفتحي بقك بكلمة والا هخليها وانتي همشيكي. يعني انت قادر تخلي واحدة وتمشي واحدة؟ لا يا فندم، الكلام مش كده. العيشة ربنا خلقها مش كده. يعني مش ان انا قادر اخلي واحدة وامشي واحدة، ولا انا عندي جبروت ان انا اكسر قلب واحدة او اكسر نفس واحدة وعادي ربي عيالك وما تفتحيش بقك. لا، العيشة مش كده، ده ذل ده. فلو انت مش عايز حياة الذل، يبقى انت تشوف تطلقها وتعيشها عيشة كريمة، وتسيبها هي وعيالها تعيش حياتها براحتها، وبعدين تبقى تروح تتجوز وتشوف بقى الست عبير، ولا تشوف غيرها وغيرها وغيرها زي ما انت عايز. وانتي شاطرة ما شاء الله عليكي، انا عايزة ارفع لك القبعة ان انتي ما اتكسرتيش. وخدتي الفلوس وعملتي انتي مستقبلك. يا بقى هو بقى يشوف عبير، يشوف ام عبير يشوف خالة عبير. براحته بقى زي ما هو عايز. عيش حياتك براحتك، وسيبني انا بقى كمان أأمن مستقبل عيالي. لا ده كده مية مية. اصحابنا بقى وحبايبنا في الكومنتات اكتبوا لنا انتوا ايه رأيكم، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ونشوفوا كل جديد. واشوفكم في حلقة جديدة. أورفوار.